وصفتنا النهاردة مش ترندية، بس لأنها من الوصفات الأصلية. أكيد كلنا بنعمل يوم في الأسبوع رز وخضار، ممكن بلحمة، ممكن بفراخ، ممكن أرداحي، مش ده المهم. المهم النفس وطريقة الطبخ، هو ده اللي بيخلي النفس بيختلف من ست للتانية. هنعمل النهاردة فاصوليا خضرا ورز ولحمة، طريقة سهلة لكل بنوتة أو عروسة لسه داخلة المطبخ جديد تعملهم بكل احترافية. دي قناتي وصفات ام جودي، لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تنوروني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، ولو عجبتكم الوصفة اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. هنجيب معايا حلة على النار اللي هنسلق فيها اللحمة، هحط فيها مية تغلي، واول ما المية تبتدي تغلي معايا هقوم نازلة باللحمة بتاعتي. انا جايبة هنا نص كيلو لحمة، مقطعاها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين متوسطة. انت ممكن تعملي فراخ براحتك، ممكن ما تعمليش حاجة خالص برضو براحتك. هنتكلم النهاردة ازاي الفاصوليا تطلع معانا ريحتها جميلة، وازاي نعرف كل تفاصيل الطبخة من ألف للياء. ركزوا بس معايا كده. نزلت باللحمة، واول ما غليت معايا لو لقيناها طلعت ريمة كده من فوق الوش هنشيلها بالكبشة نرميها. هنزل بقى معايا بعد كده ببصلاية وورق لورا وقرفة خشب وحبهان بودر ومكعب مرقة دجاج وكوبيبة صيني وفلفل اسود حب، وهقوم نازلة بيهم مع الشوربة. هغطي عليهم واسيبهم بقى يغلوا مع بعض. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. الفاصوليا الخضراء معايا غسلتها الاول، وبعد كده هبتدي ان انا امنع الفاصوليا بقى. هقطع العنقود اللي فوق من هنا ومن هنا زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا اقطعها بقى طرنشات كده او مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين. انا عامله نص كيلو فاصوليا. الفاصوليا اليومين دول متوفره في السوق وخضره وجميله وبلدي، يا ريت نجيبها ونعملها اليومين دول. وان شاء الله الايام الجايه دي هنخزنها مع بعض في الفريزر بطريقه جميله جدا، تخليها تعيش معاكي من السنه للسنه ومحتفظه بلونها وبقوامها، وتطلع معاكي كانك لسه جايباها دلوقتي من الارض. ان شاء الله اليومين الجايين دول هنفرز خضار بتاع السنه، ينفعنا في رمضان بقى وينفعنا في بقية ايام السنة. خلصت كمية الفاصوليا معايا، هركنها على جنب. هنيجي بقى نحضر بعد كده الطماطم بتاعتي. جبت نص كيلو طماطم غسلته وحطيته في الخلاط مع شوية مية كده يمشوه، وهضربهم في الخلاط. بنحضر الاول المكونات بتاعتنا قبل ما نبتدي في الطبخ. علقت على اللحمة، وبعد كده دخلت قمعت الفاصوليا وفرمت القوطة وقشرت البصلاية. هاجي بقى ايه، هنطبق الطبخة بتاعتنا. جبت الحلة اللي هعمل فيها الفاصوليا، حطيتها على النار، نزلت بمعلقتين كبار زيت وحتة سمنة بلدي او زبدة او سمنة، اي حاجة متوفرة عندك او اي مادة دهنية انت حباها. ويا سلام بقى لو حطيتي معلقة كده سمنة ليا مسيحة، يا سلام، هتوديلك طعم الفاصوليا دي في حتة تانية خالص. جبت بصلاية متوسطة، خرطتها على ايدي كده زي ما انتوا شايفين. انا بحب اخرط البصل على ايدي، بحس كده ان انا فعلا طبخت. اما بيبقى كمية كبيرة بفرمه في الكبة. انتي مش حابة تفرميه على ايدك براحتك، افرميه في الكبة فرم متوسط، لا هو ناعم ولا هو خشن قوي، عشان ما يبقاش باين معايا في الطبيخ كده ويبقى شكله مش حلو. لا احنا عايزينه يبقى حلو، يدينا قوام كمان للصلصة، يبقى حلو، ما يبقاش قوام الصلصة تخين معايا. البصلة بقى هقلبها تقلبتين كده. اول ما تبتدي انها تصفر هقوم نازلة معايا بمعلقة كبيرة توم مفروم. هننزل بالتومة ونبتدي برضو نشوح البصلة مع التومة كده في المادة الدهنية اللي حطيناها. مش هنسبكها، مش هنحمرها قوي عشان الصلصة ما تبقاش حامية علينا، لا احنا بس مجرد ما البصلة تدبل معانا ولونها يصفر ونشم ريحة التومة، هنقوم نازلين بقى معايا بمعلقة صلصة، معجون صلصة الطماطم. طبعا احنا لسه عاملينه مع بعض من قيمة اسبوع هنا في القناة، وعرفنا ازاي نخزن ونعمل الطماطم في برطمانات بطريقة سهلة. اظن شايفين شكلها وقوامها عامل ازاي. هسيب لكم الفيديو بتاع معجون صلصة الطماطم في علامة الاي وفي شاشة النهاية عشان تتفرجوا على الفيديو وتعملوا الطماطم زي ما انا عاملاها كده. اظن انتوا شايفين شكلها وقوامها عامل ازاي، ما شاء الله جميل. نزلت بمعلقة الصلصة قلبتها، وقمت نازله بالطماطم اللي ضربتها في الخلاط. الطماطم انا ضربتها في الخلاط وصفتها في مصفى ضيق عشان اشيل القشر والبذر بتاعها ما يبقاش مضايقني في الطبيخ. وبعد كده نزلت بمعلقه هريسه شطه حمراء، وقمت حاطه بقى معلقه صغيره ملح، فلفل اسود، بابريكا،
بس كده. هنقلبهم لغاية ما الملح كده والفلفل يدوبوا، وهقوم نازلة بمكعب مرق الدجاج. ركزوا معايا يا بنات في التفاصيل دي، عشان هي دي اللي بتخلي ريحة الطبيخ يجيب اخر الشارع. وصفتنا النهاردة فيها تفاصيل كتير حلوة هتخلي طبختك كل اللي يشم ريحتها يعرف انت طبخة ايه. هنعرف كل تفاصيل الطبيخ وكل تفاصيل الرز المفلفل، والشوربة كمان ازاي تطلع معانا صافية، واللسان عصفور يطلع معانا جميل كده زي ما شفتوا اول الفيديو. غلت الصلصة معايا غلوتين، هقوم نازلة باللحمة بتاعتي. اللحمة مسافة ما حطيتها في الحلة وقطعت الفاصوليا وفرمت القوطة وعملت البصلة كده زي ما انتوا شفتوا، كانت اللحمة استوت. لاني انا بسوي اللحمة في حلة الضغط. بصراحة بتوفر عليا وقت ومجهود وغاز. ربع ساعة بعد الغليان بلاقي اللحمة استوت وبقت معايا زي الزبد. لو عندك حلة ضغط انصحك تطبخي فيها، ما بتوفر عليكي وقت كبير جدا في المطبخ. بتخشي تطبقي الطبخة كلها في ساعة واحدة وتبقي مخلصة. نزلت باللحمة في الصلصة عشان تشرب كده من التسبيكة الحلوة دي، وقمت بعد كده نازلة بالفاصوليا الخضراء بتاعتي. اظن مفيش اسهل من كده، كلها حاجات بسيطة وسهلة، بس هي عايزة شوية تركيز وتظبطي المقدار بتاع الاكل بتاعك وتملحي الاكل تمليحة حلوة كده. هيطلع معاكي الطبيخ ما شاء الله جميل. كل اللي هيشم ريحته هيعرف انت عاملة ايه. باجي بقى الاهم خطوة معايا في الوصفة النهاردة، اللي بحس ان وصفتي بتنجح بسببها بنسبة 50%، وهو لما انا باجي ازود الشوربة للاكل لازم بصفيها. زي ما انتوا شفتوا كده صفيت الشوربة من البصل ومن الكوبيبة الصيني والفلفل الاسود الحب. كل ده لو نزل في الطبيخ معاكي هيخلي الطبخة شكلها مش حلو، وقوام الصلصة مش هيبقى مظبوط. فاحنا نصفي الشوربة، واضمن لكم النتيجة. شوفوا لو انت ما بتصفيهاش قبل كده هتشوفي الفرق بنفسك، وهتشوفي قوام الصلصة بقى عامل ازاي. هنسيبها بقى، نقلتها على عين تانية تستوي معايا. وهاجي بعد كده اعمل الرز بتاعي بشعرية. جبت الحلة بتاعتي، قبل ما احط الحلة على النار غسلت الرز بتاعي وسبته في مصفى يتصفى، عشان خاطر الشعرية ما تتحرقش مني واتلخم في غسيله والشعرية على النار. لا، عايزين نبقى مرتبين كده في طبختنا علشان الطبخة تطلع معانا مظبوطة وما يبقاش فيها غلطة. اهم حاجة النظام، وتبقي طول ما انت واقفة في المطبخ تغسلي اي حاجة تتوسخ معاكي، هتلاقي مطبخك نظيف. هنحمر الشعرية في معلقتين زيت ومكعب زبدة كبير. حطيت كوباية شعرية عليهم كوبايتين رز. اول ما الشعرية تحمر معايا ويبقى لونها ذهبي كده جميل، هنقوم نازلين بالرز بتاعنا. الرز زي ما اتفقنا انا قبل ما بحمر الشعرية بكون غسلاه، علشان ممكن اسيبه على الشعرية على النار واروح اغسل الرز ارجع الاقيها انحرقت. لا، اهم حاجة تنظموا نفسكم يا بنات، هتلاقوا نفسكم كل حاجة طالعة معاكم ما شاء الله جميلة. هنزل بالرز بتاعي وهقوم بقى مقلباه. عايزاه كله بقى يسمخ كده بالسمنة علشان يطلع مفلفل معايا وجميل. تقلبيه، ما تزودلوش شوربة الا لما تلاقي الرز بتاعك كله بقى سخن يطلع معاكي مفلفل وجميل. تقلبي تقلبتين حلوين كده يتشمع معاكي، وتقومي نازلة بقى بمعلقة الملح بتاعتك. لاني انا دلوقتي الشوربه بتاعتي انا ما زودتلهاش ملح. اما باجي اسلق لحمه ما بزودش ملح عشان اللحمه تستوي معايا بسرعه. هاجي بقى برضو الخطوه المهمه زي ما انتوا شايفين اهو، هصفي الشوربه اللي هسقي بيها الرز. الرز لما بيسقي بشوربه بيبقى طعمه جميل، اظن كلنا متفقين على حاجه زي كده. هتزودي الشوربه بتاعتك بقى وتصفيها زي ما انت شايفه، تيجي تلاقي بقى الشوربه بتاعتك شكلها جميل ازاي. الرز يطلع بيلمع مفلفل مستوي، ما يتلسعش منك ابدا. هتزوديها بقى وتدوقي ملحك وتحطي ملحك حسب ما انت عاوزه وحسب رغبتك، وتغطي عليها وتركنيها بقى على عين تانية يستوي. لو وصلتوا معايا لغايه هنا في الوصفه يا ريت بقى تحطوا لي لايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، ووصفتنا النهارده عجبتكم ولا لا. خلاص عملنا الرز على عين والطبيخ على العين التانية. هنعمل بقى شوربة اللسان عصفور، وهنعرف بقى أسرار نجاح شوربة اللسان عصفور. وهقول لكم النهاردة على خطوة جميلة جدا هتنجح معاكي شوربة اللسان عصفور، ما تخليهاش تشرب منك الشوربة ويبقى قوامها جميل. نزلت بمعلقتين زيت وبرده معلقة زبدة أو سمنة، أي مادة دهنية عندك.
وقمت نازله بكوبايه لسان عصفور. هحمر اللسان عصفور، طبعا النار معايا متوسطه مايله الى هاديه عشان اللسان عصفور ما يتحرقش منك. ايدك فيه تقليب مستمر علشان خاطر حبات اللسان عصفور كلها تاخد لون واحد، ما تبقاش واحده محروقه وواحده فاتحه وواحده غامقه، لا عايزينه كله يبقى لون واحد. هنقوم مقلبينه، اول ما يوصل بقى معايا للون اللي انتوا شايفينه ده هقوم نازله بكوبايه ميه. طب ما انت عندك شوربه يا ام جودي، هقولك بس اسمعي كلامي وزودي كوبايه الميه دي وخلي اللسان عصفور يستوي فيها هي الاول. تيجي بقى تزودي انت الشوربه بتاعتك، تلاقي لسان عصفور عمره ما يشربها. ليه؟ لان هي خدت كفواها خلاص وشربت الميه اللي هي عايزاها. خلاص اللسان عصفور شرب كوبايه الميه وبقى معايا 3/4 سوا. هاجي بقى ازوده الشوربه بتاعتي. هنصفي الشوربه، شايفين المصفى حاجزه قد ايه؟ حاجزه ورق لورا وحاجزه قرفه وحبهان وكوبيبه صيني. كل ده لو نزل منك في الشوربه وبصل خلاص الشوربه مش هتبقى صافيه، لا صفيها وزوديها. وبعد كده ملحيها بقى، حطي بقى ملح وفلفل اسود بس. الشوربه بتاعتنا شوربه لحمه وجميله وكلها طعمها تحفه. هنقلبها ونسيبها بقى تغلي غلوتين. كده يبقى خلاص اللسان عصفور في الغلوتين دول هيكمل سوا، وفي نفس الوقت الشوربه فضلت معايا موجوده في الحله ما نقصتش، صافيه علشان صفيناها وخلاص كده الشوربه خلصت معايا. هنيجي بقى للفاصوليا. الفاصوليا برضو معايا اهي خلاص استوت، هنشيلها من على النار نركنها على العين التانية. هاجي بقى لاخر حاجه معايا وهي الطشه بتاعه الفاصوليا. لو انت ما بتحطيش طشه للفاصوليا في الاخر يبقى انت كده يعتبر ما عملتيش فاصوليا قبل كده. جربي طشه التومه دي للفاصوليا بعد ما تستوي وشوفي بقى طعمها وريحتها وجمالها هيبقوا عاملين ازاي. اتحداكي لو محدش كلها من ايدك وقالك بجد جميله وتسلم ايدك. يا جماعة التركات الجميلة دي هي اللي بتحلي الطبخة وبتخلي نفس الست كده جميل. طشيت التومة زي ما انتوا شايفين كده في الفاصوليا. الفاصوليا طردت قدامها كده على الوش، يعني معنى ذلك ان هي خلاص اتسبكت وبقت تمام. شايفين قوام الصلصة عامل ازاي؟ مصفيين الشوربة، الطماطم متصفية، اكلة مظبوطة 1000000%. بجد تحفة وخطيرة. خلصنا بقى اكلتنا، نغرفها بقى وبألف هنا وشفا ونقدم طبختنا. الشوربه ما شاء الله اللهم بارك، والرز اظن الاكل باين قدامكم شكله عامل ازاي. اتمنى يا رب ان انتوا كده تجربوها زي ما انا ما عاملاها. ولو عايزين تسالوا على اي حاجه في الوصفه اسالي يا حبيبه قلبي وما تتكسفيش، انا اختكم ويشرفني ويسعدني ان انتوا تتابعوني وتسالوني وتقولوا لي اعمل لكم ايه. لو حد فيكم عاوزني اعمل له اي وصفه اكتبوا لي في التعليقات وانا من عيني اعملها لكم. زي ما انتوا شايفين الشوربه قوامها عامل معايا ازاي، صافيه، لسان عصفور مستوي وجميله، والفاصوليا معايا طعمها كان خطير خطير يا جماعه، واللحمه دايبه معايا مستويه وشاربه من الصلصه بتاعه الفاصوليا. الفاصوليا جميله لان اوانها اليومين دول اصلا وحلوه قوي في الطبيخ. الريحه كانت قلبه البيت حرفيا. يا رب كده تعملوا الوصفه زي ما انا ما عاملاها وتقولوا لي فيها رايكم. واتمنى الوصفه تكون عجبتكم النهارده ونالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.